السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلتنا اليومية. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطا الجميلة دي بمكونات بسيطة موجودة عندنا في البيت. حاجات كده بسيطة، هنعمل البطاطا الجميلة دي وحالة بسيط كده لولادنا. شايفين الجمال ده والصينية الحلوة دي؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. يلا بينا على الفيديو نشوفه. بس قبل ما ندخل الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا ما ننساش اللايك لو عجبكم الفيديو. أول حاجة عندنا كده، أنا جبت البطاطا بتاعتنا قشرتها وغسلتها بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله، ده حوالي كيلو ونص من البطاطا. هقطعها معاكم بالشكل ده كده او اي شكل انت تحبيه. بالشكل ده كده. وعندنا هنا الحلة بتاعتنا ما حطيتش اي حاجة فيها. عندنا البطاطا بس كده، وبقطعها وبنحطها في الحلة دي اول حاجة. بالشكل بقى اللي تحبيه تقطعي بيه البطاطا. بالشكل ده كده تمام. كده خلصت كل البطاطا بتاعتنا وقطعتها. شايفين بقى بالشكل ده، بجيبها بقى في الحلة، بنزل عليها بكوباية سكر او كوباية الا معلقتين بالشكل ده كده. طبعا السكر والتحلية بتاعتك. حطيت كده كوباية السكر، وبنزل بحوالي كوباية ونص من المية. ما بنكترش المية طبعا، عشان عارفين ان البطاطا بتنزل مية. مجرد بس ان انا حاطة البطاطا دي عشان تغلي بقى كده بسرعة معانا. وبحطها على النار بالشكل ده كده. شايفين يعني حوالي 10 دقايق ولقيتها استوت بالشكل ده. ما خدتش اي وقت خالص على البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله كده. وبجيب الهراسة بقى بتاعتنا، ونبدأ كده اخليها ناعمة خالص، ما نخليش فيها اي تكتلات خالص. والسكر بتاعنا جميل ازاي، وعطيها لمعة حلوة وعطيلها طعم حلو وبيكرمل كده معانا اما نحطها كده ونغليها معاه ونسويها كده مع البطاطا. بهرسها خالص كده، ما نخليش اي حاجة فيها. وهي طبعا مستوية معانا ودايبة خالص، يعني ما خدتش معايا اي وقت خالص ولا مجهود في الهرس. شايفين نعمت ازاي؟ ما شاء الله، نعمت خالص، بقت دايبة خالص. بعد بقى هي ما اتهرست خالص كده، بجيب معلقة من السمنة. اي سمنة انت تحبيها، بس لازم في الخطوة دي نحط سمنة حلوة. يعني يستحسن تكون سمنة فلاحي لو موجودة، او سمنة تكون نوعها حلو، سمنة نوعها نضيف. وانزل هنا بكوباية لبن، بنزل بكوبايتين من اللبن. هنعمل الوصفة بتاعتنا كلها في الحلة دي. لا نعمل كام حلة ولا كام صينية ولا كام طبق، كله في الحلة واحدة. وحاجة كده سهلة، مش هتاخد مننا اي وقت. بجيب هنا كوبايتين من اللبن، وبجيب نص كوباية او كوباية الا ربع كمان من اللبن. واحط فيه معلقتين او 3 من النشا، يعني حوالي 3 معالق من النشا بالظبط. بحطهم في كوباية الا ربع من اللبن، وبقلبهم بالشكل ده. يبقى انا حطيت كوبايتين من اللبن، والكوباية التالتة بتبقى كوباية الا ربع، وبحط فيهم 3 معالق من النشا. وببدأ اقلبهم بالشكل ده مع السمنة طبعا. والسمنة لازم تكون سمنة نظيفة نوعها كويس، عشان بيفرق طبعا في الطعم. وبقلبها بقى بالشكل ده. عندنا بقى اضافات ممكن نستغنى عنها، بس طبعا بتدي طعم حلو للصينية بتاعتنا. نص كوباية من جوزة الهند. يعني اللي يحب يحطها بيحطها، واللي مش بيحب جوزة الهند ما يحطهاش عادي، بس هي طبعا بتدي طعم جميل للصينية بتاعتنا. بجد بتخلي البطاطا في حتة تانية.
بتشوفي السكر بتاعنا برضو، ان احتاجت سكر بتحط لها، مش عايزة خلاص كده تمام. انا مظبطة كده السكر بتاعنا ده كده مظبوط. شايفين بقى البطاطا بتاعتنا لفت ازاي وبقت حلوة. بنزل عليها كده بحوالي ربع معلقة من الفانيليا، بيديها ريحة حلوة برضو. الفانيليا بتديها ريحة جميلة. اللي برضك مش يحب يحطها برضك مش لازم يعني، بس انا بحب احطها مع البطاطا بتديها ريحة حلوة. شايفين بقى اول ما تبقبق معانا بالشكل ده كده، اه كده تعرفي بقى ان هي استوت، بقت تمام كده. شايفين بنقلب عليها باستمرار عشان ما تلزقش معانا تحت. تمام كده خلاص، هي بقت تمام واستوت. والله هي ممكن تتاكل بالشكل ده جميلة جدا. شايفين بقى ايه بالشكل ده كده، يبقى كده خلاص استوت. احنا بس بنحطها في الصينية وبدخلها الفرن بس عشان نحمر وشها، ندي لون حلو كده للوش. جبت هنا الصينية وحطيت معلقة من السمنة. بجيب الفرشة بس كده بتاعتنا وبنمشيها على الصينية، اخلي الصينية كلها متغلفة من السمنة من التحت بالشكل ده كده، اغلف السمنة خالص في الصينية. بالشكل ده كده، واجيب بقى الحلة بتاعتنا بتاعت البطاطا كده وانزل بيها على الصينية. شايفين البطاطا عاملة ازاي؟ عاملة زي الكريمة، ما شاء الله عليها. شكلها جميل وطعمها تحفة ما شاء الله. اتمنى تجربوها بالطريقة دي. لو وصلتوا معايا للفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة. شايفين بقى كده بننزل كل حتة في الصينية، ما بنسيبش اي حاجة في الحل بالشكل ده كده. وبساوي بقى ايه الصينية بتاعتنا، بنسويها كده، نخليش حتة عالية وحتة واطية، نسويها بقى. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة ما شاء الله عليه، شكلها جميل جدا والطعم تحفة. طعمها كان جميل جدا جدا. شوفي بقى ايه، تخيلي ان انت بتاكلي مهلبية بطعم البطاطا. بجيب كده معلقة من السمنة كده، اقطعها حتت صغيرة وبحطها على وشها كده بالشكل ده. شايفين بقى بالشكل ده كده هيديها لون ولمعة جميلة. بمشيه بقى على وش الصينية كده بالراحة خالص، اتن وشها خالص بالسمنة بالشكل ده كده، بالفرشة كده بالراحة. شايفين بقى بالشكل الجميل ده كده طالعة جميلة. حاجة بسيطة كده وسهلة تقدري تعمليها، مفيش ربع ساعة تكوني عاملة لهم أحلى حاجة حلوة، وحاجة طبعا مفيدة. بجيب هنا ايه حوالي 3 معالق برضك من السكر البودر، وبوزعه كده على وش الصينية بالشكل ده كده. وبندخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية كده تحمر معانا. ما شاء الله طلعت بقى معانا بالشكل الجميل ده كده، واللمعة الحلوة. شايفين اللمعة بتاعتها الجميلة دي؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة، تحفة والله العظيم. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم، ومش هتاخد معاكم اي وقت، ومش هناخد مواعين بقى ولا حلل نعمل هنا مش عارف ايه ونعمل هنا ايه، لا كلها في حلة واحدة. شايفين طالع لي عينتين، عين وعين. ما شاء الله كده بالشكل الجميل ده. بس هي طعمها جميل ولونها جميل. شايفين اللون الذهبي الحلو ده كده اللي وفيه لمعة جميلة. ما شاء الله ما شاء الله عليها وعلى طعمها، وكانت ريحتها جميلة جدا.
لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.